سلام البنات، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم بغيت نشارك معكم هذا المنظم هذا، يعني متعدد الاستخدامات. هانتوما البنات اللي زوين فيه هو ان عندنا هذا المعلق هنايا هكايا باش نعلقوا به. انا نتشارك معكم ونوريكم شنو هما الحوايج اللي ممكن نستخدموهم فيه، واللي زوين عاوتاني فيه انه هو فيه هانتوما البنات كل هانتوما فيه سلسله، يعني ملي كنحطوا الحاجه ديالنا كنسدوها كنعرفوا بان صافي يعني تكون امنه، ما غاديش تدخل لا غبره لا حتى حاجه. فيه بزاف ديال ها نتوما كاين بحال تحطوا هنايا في هذا الاول هذا الثاني الثالث، كل حاجه تحطوا فيها حاجه. انا نوريكم شنو ندير فيه النوب الاولى ونشارك معكم باش قلت لكم يعني منظم يعني متعدد الاستخدامات شنو ممكن نديروا فيه. هانتوما البنات على سبيل المثال انا بغيت نعطيكم مثال. هانتوما شوفوا ممكن نديروا فيه هكا هنايا من الفوق الفولارات، ممكن هنايا نديروا شي حاجه مثلا بغيناها هكايا. يعني هانتوما كل حاجه ممكن نديروا فيها داكشي اللي بغينا. وكي قلت لكم اللي زوين فيه انه هو بالسداده ديالو، يعني هانتوما شوفوا هي بالسلسله ملي كنساليو بها كنسدوها وراه كبير كيهز. يعني بحال دابا البنات اللي بحالي هكايا كيديروا داكشي ديال الخياطه، ممكن مثلا هنايا يحطوا داكشي ديال العقيق، يحطوا السفيفه، يحطوا مثلا الدونتيل، يعني كل حاجه يقسموها لاياش. يعني فهمتوني البنات؟ بغيت نقول لكم بانه هو متعدد الاستخدامات. ممكن نحطوا فيه كي قلت لكم هاد الفولارات ديالنا، ممكن نحطوا فيه بزاف ديال الحوايج، ممكن نحطوا فيه الوراق ديالنا اللي كيبغي مثلا الوراق ويسد عليهم ولا شي حاجه. ممكن مثلا نديروه في السطح مع عنده هنايا فين كيتعلق البنات. هنايا هذه هي هذا المعلق نعلقوه في شي هكا نشر ديال النشر اللي عندنا في السطح. وممكن نشمشوا فيه بحال هكا البصله الثومه، يعني كنغطيوه وكنعرفوا بان امن كيدخلوا الشميشه من هاد التقيبات هادو. فهمتوني البنات؟ هادشي علاش قلت لكم بان هو يعني متعدد الاستخدامات. كي قلت لكم ممكن هنايا نديروا فيه اي حاجه، غير هو بطبيعه الحال ما نديروش فيه داكشي اللي ثقيل. بحال الفولارات هكايا تيكونوا خفافين، بحال الدونتيل ولا شي حاجه بحال هكا خفافين، يعني حويجات كيكونوا خفافين باش ما يتقطعش لينا. واللي زوين فيها البنات ان ممكن الا كان عندنا المريو مثلا ضيق ولا شي حاجه ممكن نديرو بحال هكا ونقادوه ونصايبوه. يعني ملي كنبغيو كي قلت لكم كنجيو من هنايا نحلو هكا بالسنسله وناخذوا منه كاع داكشي اللي بغينا، يعني كنخليوه بهكا بهذا الشكل الطولي، يعني ما كنعلقوش، كنحطوه وكناخذوا داكشي اللي بغينا. راه كيكون باين خصوصا ملي كنحلوه. نوريكم بحال هكا ملي غنحلوه غنقادوهم هكايا. ها نتوما شوفوا راه كيهاز، يعني غنحطوا وحده تحت وحده بحال هكايا. الفولارات يجيو باينين. شوفوا هي هاد الطبقه هذه، شوف تبارك الله شحال تهز الحركه. عاد مثلا هذه الثانيه وعاد هذه الثالثه هكايا، يعني راه غادي ناخذوا المساحه، يعني وما غاديش يهز لنا بزاف، ويكون هكا يعني في المريو ديالنا وغيكون مسدود وغنكونوا محافظين عليه. اللي ما بغاش مثلا اولا عنده المساحه بحالي هكا مثلا غادي يدير لها. نوريكم هانتوما من هنايا كنقبطوه هكا وكنديروا له هكا وكيتعلق، كنديروا له بحال هكا ونعلقوه. انا هنا هكا معكم. هانتوما البنات كنعلقوه هنايا هكا في هذا المعلق هكا، يكون صافي ونخليه بحال هكا. هانتوما البنات ناخذ كاع داكشي اللي بغيت. منين نبغي مثلا نقادهم بحال هكا، ديك الساعه نقادهم مزيان ونقادهم وندير كاع داكشي اللي بغيت. كي قلت لكم اللي زوين فيه انه هو يعني بالسلسله ديالو ملي كنبغيوها كنحلوها كناخذوا داكشي اللي بغينا، ملي كنساليو كنسدوها بحال هكايا. راه كي قلت لكم فيه 3 ديال الطبيقات، الاولى والثانيه والثالثه. ارا ما نعمروا فيه وارا ما نديروا فيه. كي قلت لكم اللي زوين فيه انه هو كيتعلق بحال هكا ولا كيتجمع بحال هكا. كي وريت لكم باش كناخذوا يعني ما كياخذناش من المساحه. وممكن مثلا اللي ما عندوش مثلا هكا مساحه ولا شي حاجه يجمعوا بحال هكا، يدير فيه داكشي اللي بغا. راه هو كيتثنى هكا، راه واخا مثلا داكشي فيه ملي غنتنيو بحال هكا راه غادي يتجمع لنا، يعني ما ياخذناش واحد المساحه. ونديروه في بلاستيكه هكا تكون كبيره ولا شي حاجه، نحطوه في شي بليصه باش ما يتوسخناش، لان خصنا نبيض هكا وتحت حتى داكشي اللي في وسط منه باش ما يتوسخش. هانتوما البنات انا كنتشارك معكم كنعطيكم افكار اللي تقدروا انكم يعني ديروا بها شحال من حاجه.